الدرس ده او الفيديو ده هو بداية سلسلة فيديوهات او السكشن الخاص بالستاتيكال فانكشنز او المعادلات الاحصائية. واول معادلة معانا هي معادلة مود. طب ايه معادلة مود وبتعمل ايه؟ تعالى بينا نتعرف عليها. دلوقتي انا هنا عندي قائمة اسماء الموظفين ببياناتهم بتواريخ توظيفهم بشوية بيانات يعني، وفي الاخر خالص الجوب ريتنج بتاع كل موظف من الموظفين. الجوب ريتنج ده بيتكون من 1 ل5. 1 و2 هم ضعاف، 3 متوسط، 4 و5 درجات موظفين عاليين. فانا هنا كراجل صاحب شركة انا محتاج اعرف ايه اكتر تقييم اتكرر علشان خاطر اعرف موظفين الشركة مستواهم عامل ازاي. لو كان 1 و2 فانا كده عندي مشكلة مع الموظفين بتوعي. لو 3 برضو الى حد ما انا لسه عندي مشاكل وان هم كلهم اغلبهم متوسط، انما 4 و5 فهو اغلبهم متفوق. فتعال نشوف معادله مود هتساعدنا ازاي في اللي احنا نعرف ده. هنيجي هنا كده على جنب نقول يساوي مود اهي، دي المعادله. بعد كده كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنختار الكولوم اتش فقط لان ده فيه جوب ريتنج. ودلوقتي المعادله هتقول لي اكتر رقم اتكرر، يا ترى ايه هو؟ هندوس انتر ونشوف. انا دلوقتي عندي اكتر رقم اتكرر هو 5 اللي هو التوب ليفل او اعلى درجه من درجات التقييم. فانا الحمد لله دلوقتي اغلب موظفيني جايبين 5، فانا كده يعني لحد ما الموظفين عندي تمام ما عندهمش مشاكل. المعادله الثانيه هي معادله ميديان. المعادله دي بتساعدني ان انا اجيب الرقم الاوسط. يعني انا لو عندي لاين كده وعندي على اول اللاين اقل رقم واخر اللاين اعلى رقم، ايه هو الرقم بقى اللي في منتصف اللاين ده بالظبط؟ معادله ميديان بتجيبهولي، وده طبعا ملوش علاقه بمعادله افريج. فهنيجي هنا كده على جنب نقول يساوي ميديان ونجربه مع المرتبات ونعلم على كولوم المرتبات. انا دلوقتي لو عندي 13 موظف، اعلى واحد بياخد 100,000 جنيه، اقل واحد بياخد مثلا 20,000 جنيه سنوي، فاللي في المنتصف بالظبط منتصف الترتيب بياخد 61,718. يبقى كده احنا اتعرفنا على معادلتين، معادلة مود ومعادلة ميديان.